لو ناوي تبدأ من الصفر في الإمارات، الفيديو ده هيوفر عليك كتير. أكتر غلطة بيقع فيها أي حد في أول سنة اغتراب إنه بيحسبها غلط وبيصرف كل اللي معاه في أول شهر ويرجع بعد كده يشتكي. طب تعالى نحسبها ببساطة. لو أنت هتبدأ لوحدك، أنت هتحتاج من 1000 درهم ل 2500 درهم شهريا. ده سكن على حسب الإمارة وعلى حسب الموقع، وفي الغالب ده بيبقى سكن شيرنج. المواصلات هتحتاج من 300 ل 500 درهم، وده في حالة لو هتستخدم المترو والباص. هتحتاج حوالي من 800 ل 1000 درهم أكل، سواء انت هتاكل من بره او هتطبخ في البيت، والافضل طبعا تطبخ في البيت. وهتحتاج من 250 ل 350 درهم موبايل وانترنت. وهتحتاج كمان في حدود 500 درهم مصروف شخصي بسيط، وده على حسب نمط حياتك. يعني خلينا نقول ان انت تقدر تعيش في دبي من اول 3000 درهم لغاية 6000 درهم، ودي ارقام تقريبيه. فاول سنه اغتراب هي مش سنه رفاهيه، هي سنه تاسيس. حاول دايما تعيش فيها ببساطه وتخلي معاك احتياطي يكفيك 3 شهور على الاقل، لان البدايه دايما بيبقى فيها مفاجآت، وربنا يكفينا ويكفيكوا شر المفاجآت.